100% هنزيل العلامة المائية من الفيديو وبطريقة مجانية. يلا بينا. السلام عليكم، معاكم طارق جهاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهارده جايب لك موقع جديد بالذكاء الاصطناعي جامد جدا في ازالة العلامة المائية من الفيديو او من الصورة. تابع معايا شرح وركز كويس جدا. جايب لك اداة خطيرة جدا جدا، وهتنبهر من النتائج اول ما تشوفها بعينيك وتجربها بايديك. تعالى لو انت عاجبك محتوى الذكاء الاصطناعي انزل اشترك عندنا في القناة، في فيديوهات جامدة نزلت وفي فيديوهات اجمد نازلة في الطريق. ركز معايا في الشرح وادعمنا بلايك وفعل زر الجرس الجميل، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. الاداه اللي معانا النهارده اداه سهله وبسيطه جدا، ممكن ان انت تحملها كتطبيق عندك على الجهاز لو انت بتستخدم الويندوز، وكمان ممكن تجربها اونلاين من غير ما تحملها. وطبعا وكعادة اي اداة بتستخدم الذكاء الاصطناعي بيبقى فيها نسخة مجانية ونسخة مدفوعة، او فترة مجانية تقدر تجرب فيها الاداة، وبعد كده لازم تدفع علشان تقدر تستخدم الاداة بلا حدود. وطبعا زي ما عودناكم في جميع فيديوهاتنا بنجيب الطريقة السحرية لاستخدام الاداة بلا حدود بشكل مجاني وبطريقة سهلة وبسيطة. بمجرد ما بنضغط جرب الاداة عبر الانترنت بيواجهنا لصفحة جديدة جدا، وهتلاقي عندك فوق كده على يمين الشاشة تسجيل الدخول. هنضغط عليها بشكل طبيعي وهيبدأ يفتح معانا واجهة بسيطة زي ما انت شايف بالشكل ده. بيقولك الايميل وهنا بيقولك الباسورد، وممكن ان انت كمان تسجل باستخدام جوجل. لكن احنا عايزين نعمل حسابات كتيرة جدا علشان نقدر نستخدم الأداة مجانا بشكل غير محدود. كل اللي عليك بس انك هتجيب ايميل وهمي من خلال التدوينة او من خلال الفيديو اللي شرحنا فيه افضل 10 مواقع لانشاء الايميلات الوهمية بضغطة زر. بمجرد ما تدخل للتدوينة وبتنزل لتحت كده وبتختار اي موقع تقدر ان انت تستخدمه بسهولة وبسرعة، وتبدأ ان انت تدخل عليه من خلال زيارة الموقع وتاخد الميل اللي هو ادهولك نسخ، وترجع تاني للموقع اللي معانا النهاردة. مجرد ما بترجع كده للموقع وتبدأ تضغط لصق للإيميل هنا بالشكل ده، وتبدأ تكتب هنا أي باسورد كده بشكل سريع، وتضغط كرييت اكونت. بكل سهولة وبكل بساطة وبدون سحر وبدون شعوذة الحساب اتعمل في ثواني. مفيش تأكيد، مفيش تفعيل، مفيش أي حاجة خالص. ودلوقتي بكل بساطة نقدر نجرب الأداة، وزي ما انت شايف كده واجهة الأداة سهلة وبسيطة جدا. ما عندكش إلا زر واحد بس، تحميل هنا. ومجرد ما تضغط عليه بيوجهك للجهاز بتاعك علشان تقدر ترفع الصورة او الفيديو اللي انت عايز تحذف منه العلامة المائية. هنضغط هنا كده اوبن، هيبدأ ان هو يرفع معانا الفيديو. بمجرد ما بترفع الفيديو اللي انت عايز تحذف منه العلامة المائية بيفتح معاك واجهة بسيطة بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا زي ما انت شايف كده انا عندي في الفيديو علامة مائية في الاعلى وعلامة مائية في الاسفل، وكمان عندي اللوجو بتاع الفيديو. لو شغلنا كده زي ما انت شايف العلامة المائية شفافة شوية وموجودة في الفيديو بالكامل. هنبدأ دلوقتي نحدد العلامة المائية بدقة، يعني هنقول على قد ما تقدر علشان يحذفها بشكل واقعي وافضل. من خلال الايقونات اللي موجودة عندك على اليمين هتبدأ تختار الفرشة، هو دلوقتي مختارها لك دايركت، وممكن كمان انك تختار الممحاة لو انت عملت حاجة غلط وعايز تمسحها. وطبعا هنا حجم الفرشة اللي انت بتستخدمها. دلوقتي هنختار الفرشة بالشكل ده وهنبدأ نحدد على العلامة المائية. نقدر ان احنا نكبر ونصغر من هنا بحيث ان احنا نحدد بشكل ادق. ممكن انك تضغط على علامة زائد عشان تبدأ تكبر، وتبدأ تضغط على علامة الاي دي علشان تبدأ ان انت تطلع على مكان العلامة المائية اللي انت عايز تحذفها. وبعد ما انتهينا من تحديد كل الحاجات اللي احنا عايزين نحذفها من الصورة، زي ما سمعت كده كل الحاجات ممكن انك تحذف اي حاجة انت مش عايزها في الصورة. يعني مثلا هنا عندنا مايك ظاهر في الصورة، ممكن كمان ان احنا نحدده ونحذفه نهائيا من الفيديو او من الصورة اللي موجودة عندنا، وهيتم حذفها بشكل طبيعي جدا. كل عليك دلوقتي بس انك هتضغط ازالة الكائنات الان. بمجرد ما بتضغط عليها بيوجهك لواجهة جديدة خالص بيبدأ فيها عملية رفع الفيديو،
ومعالجة الفيديو من العلامة المائية اللي فيه وإزالتها تماما. وبعد ما بتنتهي عملية المعالجة بتفتح معاك واجهة بالشكل اللي انت شايفه ده. في المستطيل ده دي خانة المعاينة، وتقدر ان انت تشغل الفيديو من خلال الضغط هنا. وهنا على يمينك هتلاقي زر التحميل وتحميل ملف جديد لو انت عايز تعمل ملف جديد، وكمان تعديل مرة اخرى. دلوقتي هنضغط على زر تشغيل علشان نشوف النتيجة النهائية. بسم الله. وزي ما انت شايف كده بالظبط النتيجة بدون اي علامة مائية نهائيا. نتيجة وكأن الفيديو ما كانش فيه علامة نهائيا من الاصل. تقدر ان انت تضغط على زر التحميل ده كده، هيبدأ معاك التحميل المباشر للفيديو. تضغط بس بدء التحميل هيتحمل معاك بكل سهولة. الأداة زي ما قلت لك جامدة جدا جدا جدا، وزي ما انت شفت بعينيك. لكن المشكلة الوحيدة اللي فيها واللي قلنا الحل بتاعها في أول الفيديو هي الحساب المجاني. الحساب المجاني بيديك انك تجرب مرتين بالكتير للفيديو او للصور. وطبعا احنا اتغلبنا على النقطة دي باستخدام الايميلات الوهمية. بكل سهولة هتقدر تسجل خروج من خلال الضغط على الايقونة بتاعتك بالشكل ده، وتضغط تسجيل خروج او لوج اوت، وتبدأ ان انت تنشئ حساب جديد وتبدأ ان انت تستخدمه من جديد. علشان تقدر تستعمل الأداة دي وتجربها زي ما احنا جربناها كده، كل اللي عليك هتنزل اسفل الفيديو في الوصف هتلاقي رابط مباشر للتدوينة الخاصة بموضوعنا النهاردة. كل اللي عليك بس يا صديقي هتنزل لأسفل التدوينة كده هتلاقي زيارة الموقع، هتضغط عليها هيوجهك مباشرة للموقع اللي احنا كنا بنستخدمه النهاردة، والأداة اسمها انيريزر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.